صندوق التنمية الحضرية صندوق تابع لرئاسة الوزراء. صندوق اتأسس 2021. كتير عمال يسألني ايه صندوق التنمية الحضرية، ايه صندوق التنمية الحضرية. جينا لما الإعلان بتاع مبادرة سكن لكل المصريين اتشال اليوفط بتاعته من على المدن، هنا 3 مدن في السويس، فوجئنا ان محطوط عليه جهاز التنمية الحضرية. المهم جرينا واتنططنا وعملنا شكاوى لرئاسة الوزراء، ويا اتشال من يومين اليوفط كلها اتشالت. جميل، ده خير. ليه يا عم احمد خير؟ انت هتيجي تقول لي خير واحنا لسه ما فيش؟ لا خير. يمكن وزير الاسكان او رئيس مجلس الوزراء هيعدل عن الفكره، وهيعدلوا عن الفكره، وهيرجعوا لنا المدن تاني. ما تجبرنيش ان انا اروح مدينه السويس الجديده اللي في اخر الدنيا. اديني الخيارين زي ما بيحصل في جميع المحافظات، هنا في بقد كده وهنا بقد كده. يبقى برضو طبعا المبادره احنا ما عندناش مشكله، في ناس كتير ما عندهاش مشكله، في ناس ما عندها مشكله. هي دي مشكله واحنا خلاص لبسنا فيها، فليا حق ادهوني. تمام، لان الناس كتير تعبت. المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وانا بركز على المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين. سكن لكل المصريين دي المبادرة الرئاسية، المبادرة الرئاسية اللي عليها سيادة الرئيس. ما تلعبش بينا وتديناش اوهام، هي مش قصة فلوس. احنا تعبنا والناس تعبت، ما بقتش عارفة إيه بتعمل ايه. الناس نفسها في 4 حيطان يتلموا جواها. يا ريت رجاء نراعي ظروف الناس ونراعي ظروفنا، وتقدم لنا الشقق ونخلص في قصه الاعلان التكميلي. انا عارف ان هيبقى في اعلان تكميلي في خلال شهر شهرين 3، بس في اعلان تكميلي. ومش هتطول زي الناس اللي بتتكلم وبتسالني وبتتصل بيا او بتبعت لي مسجات وبتقول لي يا احمد هنقعد سنه 2 3 4 وهنعمل زي الجواز الحديث. لا، مش هنبقى زي الجواز الحديث، لان اللي احنا فيه دلوقتي مش زي اللي فات. زمان انت كنت بتستنى المدن تتبني بعد سنين وتستلم المدينه ويسلم سنه. لا، دلوقتي في مشاريع شغاله ومدن جديده بتتعمل تحت الانشاء وي. فاحنا عمرنا ما هنكون زي الجواز الحديث. بالمناسبه احنا اتكلمنا على قصه الجواز الحديث، وانا بعدها لكم تاني. انا اتكلمت مع المسؤولين واتكلمت مع اعضاء مجلس الشعب هنا في السويس وفي القاهره، اتكلمت عن الجواز الحديث والناس برضو سعت، وكلمت المحافظ والمحافظ اتكلم. وبالفعل احنا في كان بعد ما وزاره الاسكان نزلت 270 وحده وصلوا ل 950. ده طبعا بفضل المسؤولين هنا والناس اللي احنا اتكلمنا معاهم ووصلنا لهم، عشان ما حدش يجي يقول لك احنا ما بتسالش على الجواز الحديث ليه. الجواز الحديث بتاع 2001 2006 روح اسال ان كنت انت سحبت فلوسك او ما سحبتش فلوسك وما جاتلكش مسج، او انت قدمت وما جاتلكش، روح اسال في في المحافظه، في مبنى المحافظه. انت حضرتك عارف المكتب، روح اسال هناك انت وضعك ايه اللي مطلوب منك تعمله ان كنت بقى سحبت فلوسك وقدمتها. فمعظم الناس اللي سحبوا فلوسهم وقدموا في المشروع الجديد المبادره بتاع سكن لكل المصريين، الناس دي اتحولوا تلقائي، والتمويل العقاري اتصل بيهم او البنك اتصل بيهم وتعالوا وخلصوا فلوسكم. المستعلمين جات لهم مرحله هم في الاجراءات دلوقتي الايه التسكين. فاحنا اتكلمنا وبنتكلم ومش سايبينكم. اجري برضو، اجتهد وما تقعدش بس، اجتهد وروح المكتب اسال عني. يا رب يا رب اكون بس فدتكم. ويا ريت بعد اذنكم محدش يسحب فلوسه، وبننبه محدش يسحب فلوسه. في الاعلان التكميلي نازل، الاعلان التكميلي نازل. انت لو عندك مشكله وهتسحب فلوسك دي بتاعتك، ده رايك، بس انا بتكلم ما تزهقش وما تيأس، لان خلاص الفلوس ما بقاش ليها لازمه. اوعى تسحب فلوسك، خدها نصيحه من اخوك. الاعلان التكميلي نازل، واللي هيقول لك غير كده بيضحك عليك. الشقه هتنزل ان كانت بقى هنا في السويس، جوه السويس. هو انت مقدم على حي عتاقه، وحي عتاقه ده اخد لغايه الزعفرانه، فاحنا ما نقدرش نتكلم. انت هنا مقدم هتاخد هنا جوه السويس، هتاخد بره السويس، فاحنا جوه محافظه السويس كلها محافظه. فما تسحبش فلوسك، ونصيحه من اخوك ما تسحبش فلوسك. خلاص، يلا سلام.